يا مساء السعادة عليكم، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا النهاردة هنعمل مع بعض حلاوة المولد بكل سهولة بمقادير بسيطة جدا جدا. هنعمل مع بعض السودانية والحمصية والسمسمية كمان، شايفين المقرمشة الخطيرة جدا. هنعمل مع بعض الثلاث أصناف دول بطريقة ولا أسهل ولا أبسط، يعني أي ست بيت تقدر بسرعة تقوم دلوقتي تطبق الوصفة ديت وهتعمل كمية قد كده وهتفرح ولادها. يلا بينا نصلي على الرسول ونروح نشوف الطريقة والمقادير على طول. بصي بقى، انا هنا معايا نص كيلو من الحمص المتقشر، وكمان معايا نص كيلو من السوداني بتاع الحلويات بيبقى متقشر، وهنا نص كيلو من السمسم. ده سمسم ابيض، تقدري انتي تجيبيه سمسم محمص، بس انا بحب اجيبه سمسم ابيض وبحمصه. انا معايا نص كيلو من كل حاجة، تقدري تقللي ربع كيلو او تزودي كيلو اللي يريحك على حسب الكمية اللي تناسبك. ودلوقتي هنا بقى هنعمل الشربات بتاعنا. انا هعمل الشربات بتاع الكمية دي عشان هشتغل على طول. معايا هنا 3 كوبايات من السكر، ودي الكوباية اللي هي المج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. 3 كوبايات كده من السكر، الكوبايات يكونوا مليانين، يعني مش نص مثلا او 3 ارباع، لا 3 كوبايات زي ما انت شايفة كده مليانين. وكمان معايا كوباية ونص من المية، يعني 3 كوبايات السكر عليهم كوباية ونص من المية. نفس الكوباية اللي بنعاير بيها السكر هي اللي هنعاير بيها المية. وهنحط هنا معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. تقدري بقى تستبدليها، عايزه تحطي موارد اللي انت عايزاه، بس هو المعروف الفانيليا، والفانيليا بيبقى طعمها حلو جدا. وكمان معايا كوبايه من عسل الكلوكوز، والعسل ده بيتباع عند العطارين يا جماعه، يعني سهل جدا تلاقيه. انا هنا هنزل بالبطرمان قيمه الكوبايه، انا هعاير كده بعناية على طول عشان انا عارفه الكميه. انا زي ما قلتلك ان انا هعمل الكميه على بعضها علشان هشتغل السمسميه والحمصيه والسودانية على طول. انت بقى حابة تعملي كمية، يعني تعملي كوباية سكر وعليها نص كوباية مية، تعملي الحمصية وبعد كده ترجعي تعملي الكمية تاني للسودانية، اللي يريحك تعمليه. ولو ما بتحبيش حاجة من دول فطبعا تقدري تعملي زي ما قلتلك كده كمية واحدة على قد المكون اللي هتعمليه. هنحطه بقى على النار وهنسيبه يغلي، وعلشان نختبره ونعرف ان العسل بتاعنا استوى هناخد طبق فيه شوية مية ساقعة وننزل بشوية كده ونعملها بإيدينا. المرحلة اللي انت شايفاها دي طالما العسل مط كده يعني معناها ان لسه ما استويش. هسيبه شوية كمان وبعد كده هنرجع نختبره تاني برضو في المية الساقعة وهننزل بيه. اول لما هيتجمع كده ويبقى عامل زي الازاز تكسريه يتكسر معاكي، يعني تدوسي عليه يتكسر معاكي زي ما انت شايفة كده. كده خلاص يبقى العسل بتاعنا تمام وبقى جاهز للاستخدام. هجيب بقى على طول الصينية الصاج أي حاجة وهدهنها بالزيت، ودي خطوة مهمة جدا. ويلا بينا بقى علشان خاطر نشتغل. السمسم بتاعي والحمص والفول كل حاجة هاخدها على النار تشويحة بسيطة كده علشان تسخن وتطلع الرطوبة اللي فيها، ودي خطوة مهمة جدا. بعد ما قلبته على النار ويطلع الرطوبة وتحط ايديك تلاقيه سخن، على طول هننزل عليه بالعسل كبشتين 3 على حسب ما تحبي. المهم ان كل المكونات دي تتجمع في العسل، يعني اول لما تقلبيه تلاقيه ربط كده على طول كده بقى هو تمام. انا هنا قلبت حسيت اني محتاج شوية عسل كمان فنزلت بكبشة، يبقى انا كده حطيت 3 كبشات من العسل. اهم حاجة بقى في الموضوع كله انك تكوني بتشتغلي بسرعة جدا، لان هو سريع ان هو يمسك في بعضه، يعني لو سبتيه هيمسك في بعضه. فما تقوليش ان الدنيا حر واشتغل براحتي، لا، تكوني مجهزه الصاج بتاعك زي ما انت شفتي كده ودهنته زيت على طول علشان تنزلي عليه في الحاجه. انا هنا دهنت ايدي كده زيت وعملت كده، بس طبعا انا ما نصحكيش تعملي الخطوه دي علشان خاطر ما تتلسعيش، لكن انا عشان واخده على الموضوع وعارفه انا بعمل ايه فاشتغلت بسرعه. لكن انت حاولي بقى بمعلقه او بالمردنه تفرديه كده وهو هيتفرد معاكي بكل سهوله. وزي ما قلتلك السرعه مطلوبه. اول لما هنلمه ونجمعه كده في الصاج على طول بسكينه حاميه جدا نبتدي بقى نقطع الفوليه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده، هتتقطع معاكي بكل سهوله. لكن لو سبتيه عارفه دقايق بس كده هيمسك في بعضه وهينشف جدا وهيبقى صعب انك تقطعيه او استحاله انك تقطعيه اصلا. لكن طالما اشتغلتي بسرعه وهو سخن هيتقطع معاكي على طول. طبعا احنا بنقطعه كده بالسكينه وبنحدده وبنسيبه ما بنطلعوش. الطروف اللي طلعت دي بجمعها واحده تانية
وعادي هتبقى واحده وهتتاكل، يعني مفيش حاجه بتتهدر ومفيش حاجه بتترمي، احنا بس بنظبط وبنساوي الاحجام بتاعتنا. في نفس البولة حمصت برضو على النار الحمصية بتاعتي، وزي ما قلتلك تقلبتين كده، وأول لما تسخن ونطلع الرطوبة اللي فيها عشان تبقى مقرمشة، والخطوة دي مهمة جدا. فهحط على طول العسل بتاعي وهقلب، هي نفس البولة فيها العسل اللي بنستخدمه، يعني مش محتاجين ان احنا نستخدم 100 بولة. وفي نفس الصاج بنزل كده برضو، ومعايا هنا بقى الاسباتولا برضو دهنتها زيت، ابتدي كده اساوي كده وابطط واظبط كده، وعلى طول بالسكينه برضو ابتدي اقطعها. بصي عايزه اقولك ان هي سهله جدا وبسيطه جدا، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، من نص كيلو بتطلعي كميه الله اكبر، كميه كبيره جدا، في حين انك بتشتري القطعه بره بالشيء الفلاني. بجد يا جماعه الاسعار بقت مبالغ فيها بطريقه صعبه جدا، يعني الواحد عشان يجيب علبه حلاوه كده محترمه، يعني عايز يعمل له جمعيه قبل منها او ياخد له كارد من البنك علشان خاطر يقدر يجيب حلاوه المولد ويفرح بيها ولاده. لكن احنا طبعا مش هنستنى التجار تستغلنا، وهنعمل على طول في البيت، وحاجه احنا ضامنينها ونضيفه وسهله، وهنعمل كميه كبيره الله اكبر عليها ومش مكلفه نهائي. بشويه سكر وشويه ميه هتطلعي كميه اللهم صل على النبي عليها، وتقدري لو انتي ست بتشتغلي تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها وتشتغلي وهتكسبي، ويعني حاجه بجد مربحه ومفيش اسهل من كده. هو السمسم انا هنا برضو حمصت السمسم عشان السمسم بتاعي ابيض، حمصته على نار واطيه وايدي تقليب مستمر فيه على طول، واول لما اداني اللون الجولد الجميل ده على طول نزلت بقى في البوله بتاعتنا اللي بنشتغل فيها، وعلى طول بكبشتين 3 من السمسم، وقلب قلب يا معلم، وكده بقى تمام جدا. وفي صاج برضو دهنينه زيت، خطوة الزيت دي خطوة مهمة جدا علشان خاطر ما يلزقش منك. هننزل بقى كده الكمية بتاعتي، واي حاجة فاضلة في البولة على طول بالسباتولا بتاعتي او بالمعلقة الخشب، وهبتدي الم. بصراحه احسن حاجه انك تستخدمي معلقه خشب عشان بتبقى قويه، تقدري تقلبي وتقدري تلمي اللي في البوله بتاعتك بكل سهوله. وهنا بقى هنبتدي كده نفرد السمسم علشان نوزعه، وعلى طول بالسباتولا ندهنها كده زيت او بايدينا، ونبتدي نعمل زي ما قلت لك. خدي بالك لان العسل بيبقى لسعته صعبه جدا جدا، لكن لو انت محترفه فهتبقي عارفه انت بتعملي ايه، لكن لو مبتدئه زي ما قلت لك ما انصحكيش. ادهني المعلقه زيت وابتدي على طول بططي بيها او بالمردنه اللي هي بنفرد بيها العجين، افرديها حطي عليها رشه من الزيت، وابتدي ظبطي الحاجه بتاعتك. ودي بقى الحاجه بتاعتي، انا عايزه اقول لكم ان الكميه دي مش هي الكميه اللي انا يعني اشتغلت بيها معاكم، انا عايزه اقول لكم ان ولادي خطفوها حرفيا وانا بشتغل، فهي دي الكميه اللي فضلت على ما خلصت التصوير، كان هي دي الكميه اللي اتفضلت لي. طلع كميه محترمه جدا ما شاء الله عليها، شايفين بجد تحفه جدا. تعالوا بقى اسمعوا القرمشه. يلا بسرعة مستنية ايه؟ قومي اعمليها لولادك وفرحيهم بيها. كل سنة وانتم طيبين، واستنوني في بقية فيديوهات حلاوة المولد. مع ألف سلامة.